جربت روتين ايلون ماسك لمدة 24 ساعة وده اللي حصل. ايلون ماسك كان متعود يصحى بدري، فصحيت الساعة 6:15، وكان أول ما بيصحى بيمسك موبايله عشان يقرا الإيميلات اللي بتوصل له. وايلون ماسك كان مقسم شغله ما بين 4 شركات وبيشتغل 14 ساعة في اليوم. فأنا النهاردة هقسم شغل يومي على 4 مهام، وأول هم هو إن أنا أخش الحمام أغسل سناني وأتوضى وأصلي الفجر، وتاني هم هو إن أنا ألعب شوية رياضة في البيت لأن ايلون ماسك ما كانش بيروح الجيم، وثالث هم إن أنا أروح المطبخ آكل وجبة خفيفة، ورابع هم هو إن أنا ألبس شبشبي وأطلع على أوضة البريل عشان ابدا شغل واعبي 25 لتر بريل. امبارح عملنا 20 لتر بريل مواعين بطريقه مختلفه. كنا دايما نحط تاني مكون الملح، المره دي غيرنا مكان الملح وخليناه بدل ما التاني خليناه الخامس، فطلع لنا بريل ما شاء الله الجوده بتاعته يعني اقوى جوده واقوى بريل اريد. بص الجوده، بص البريل عامل ازاي. يعني يا ريتنا كنا بنعمل بالطريقة دي من زمان. والله الطريقة بتاعتي كانت دايما فاشلة، حامل بالطريقة دي على طول. بعد كده الناس كتيرة نصحتني، قالت لي اعملوا خلي الملح في الآخر، وتبعت كلامهم دلوقتي بعد سنتين من ان انا بعمل بريل. تبعتهم بعد سنتين وفعلا طلعت نتيجة 100%. ودلوقتي هنبدأ نكيس البريل ده، يلا بينا. ببدأ بعد كده اجيب كيس والكلكه والبسه في ايدي كويس عشان انا بعبي البريل ما ينزلش البريل على ايدي ويدعكها لي، وابدأ بعدين اعبي واكيس وارص لحد ما لقيت نفسي عبيت 25 لتر بريل. كده احنا عملنا الخلطة بالطريقة بتاعتنا وطلعت لنا 25 لتر، يعني طلعت لنا الخلطة مظبوطة وبجودة كمان مظبوطة. خلاص هنعتمد من هنا ورايح التيلوس، بعد كده مش الملح، التكسابون، بعد كده الصودا، بعد كده السلفونيك، بعد كده الملح. خامس مكون الملح، بعد ما كنا بنحطه تاني مكون بعد التيلوس هنحطه خامس مكون بعد السلفونيك. هي دي احسن خلطة وحط لك البريل باعلى جودة.